ماذا فعلنا بأموال الخليج؟ سؤالي لكل خليجي: أين ثرواتكم؟ كل دولة خليجية، قد استثني عمان لأن الشعب يقدر يتفاهم معاها شوي بشيء من الأريحية، ولم تشارك في إنفاق المال على تدمير الأمة. أما بقية دول الخليج لا استثني أحد. كل ما حل بنا ووصولنا إلى هذا وقتل كل طفل ودماء الأمة اللي نزفت بليبيا وفي تونس إلى اليمن مرورا بسوريا والعراق والبحرين، ولا أعرف ما الخليج إلى أين أيضا غدا، كلها برقاب دول الخليج هي التي مولت. الأموال تصدر من الخليج لتدمير الأمة بأوامر أسياد الخليج ومن نصب حكام الخليج. وكلكم تعرفوا أنتم لما تقرأ بريطانيا لما جاءت لتنصب حكومات أو حكام الخليج بحثت عن من سميوا آنذاك بالقراصنة، وهذا ليس افتراء، التاريخ. اختاروا قطاعين الطرق والقراصنة وسيدوهم على تلك الإمارات. ثم بريطانيا عندما جاءت وتترك الخليج وقعت الاتفاقيات وجعلتهم حراسا فقط، فهم لا يمونوا. وكذب، لا أحد يمون على ثرواته. ككويتي ثرواتي في بريطانيا، كنت نائبا في البرلمان، وإلى اليوم ليس هناك في الكويت من يعلم كم ثرواتنا المتراكمة في صندوق الأجيال وفي الاستثمارات في بريطانيا. وهذا قلت في الأمم المتحدة، وقلت لبريطانيا: أنتم لأن منطقة الخليج ضمن نفوذكم بعد سايس بيكو في 1916، أنتم تأمرون حراسكم ينتجون النفط ويبيعوا وينقلوا الأموال إليكم، فأنتم تتشاركوا مع الحكام وأبعد ما تكونوا عن الشعوب. ولهذا دول الخليج، الكويت فيها شيء من الديمقراطية في أسباب، بقية الدول إلى أن وصلنا إلى نجد والحجاز اللي أتوا بهذه القبيلة الثابت أنها لا علاقة لها بالعرب وأصل العروبة، وتاريخهم يعرفوه أهل اليمن وهم صغار أمام اليمن. لهذا انتقموا من اليمن ولحقهم في هذا الإمارات، وهم يريدوا إلى اليوم طبعا يتقاسموا المغانم وهم مختلفين كثيرا. الموضوع اليمني هو ليس موضوع الحرب على اليمن ونهاية الحرب على اليمن، لا، هو موضوع الأمة. متى الخلاص في اليمن؟ فلنسأل متى الخلاص في سوريا، متى الخلاص في البحرين، متى الخلاص في ليبيا. العملية مترابطة. إذا جينا نأخذها ساحة ساحة،